في ذكرى ميلاد الشاعر الفيلي عبد الجبار كاكاي. ولد في بغداد يوم 7 من أيلول عام 63 و900 وألف. غير أن طفولته انقطعت سريعا بتهجير أسرته الفيلية. ذاق مرارة الغربة منذ نعومة أظفاره، وفي إيران احتضنته اللغة والأدب فكان ملاذه الآمن. تخرج من جامعة شهيد بهشتي عام 88 و900 وألف، ثم نال الماجستير من جامعة آزاد عام 94 و900 وألف. لم يكن عبد الجبار كاكاي شاعرا فقط، بل كان شاهدا على زمن التهجير وتغييب الفيليين. غدا صوتا شعريا متفردا بعذوبة الغناء تدفقت كلماته صدقا ووجدانا. في ذكرى ميلاده يبقى حاضرا في وجداننا رجل صاغ من الكلمة عبورا إلى الخلود.